السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة وهنا يا رب. النهاردة جايه لكم بوصفة حلوة قوي وسهلة قوي ان شاء الله زي كل مرة. هتعجبكم جدا وكل الناس بتدور عليها. دايما بنحب الفراخ المشوية اللي بتيجي من بره من المحلات، وفي الغالب بتبقى مكلفة جدا طبعا، مش مش بتبقى بسيطة في رنجها على بعض الناس. فجاية لكم النهاردة بالخلطة السحرية بتاعتها، وهنشوف هي ايه مع بعض. هي سهلة وان شاء الله تعجبكم وبأبسط الامكانيات، وكل حاجة عندنا في البيت ان شاء الله. انا معايا هنا خلاط. تمام، هحط في الخلاط ده ايه؟ معلقة، معلقة كبيرة او معلقتين حسب حجم حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها من الفراخ. انا معايا معلقتين كبار من الصلصة البيور اللي هي المعلبات، ومعايا من 4 ل5 طماطم مقطعاهم بالشكل ده كده، بالشكل ده. تمام. ومعايا البصل نفس النظام برضو مقطعاه يعني 4 ارباع. ومعايا فلفل حامي او فلفل رومي حسب ما تحبوا، بس يفضل فلفل حامي، بتديها سنة سبايسي كده وطعم لذيذ. معايا فلفل اسود وملح، ومعايا 7 بهارات، ومعايا بابريكا بقى وكاري، كركم، اي توابل حابين تحطوها، وقرفة ناعمة، اي توابل حابين تحطوها ضيفوها، بتبقى حلوة جدا. تمام. ويا ريت لو عندك مستردة تضيفي معلقه مستردة كبيره على الكلام ده كله. ومعايا كمان زيت، ومعايا زيت وخل. تمام. انا هضيف الكلام ده كله مع بعض واضربه في الخلاط كويس جدا جدا جدا، وبعدين هضيفه على الفراخ عندي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. طيب يا حبايبي، انا ضفت هنا كل الحاجات مع بعض. ماشي، الفلفل والبصل والتوابل والزيت والملح، وكمان الخل. تمام. بس انا للامانه كنت ناسيه بقى، انتوا عارفين الصيام وكده، معلقه توم كبيره مفرومه. ماشي، بتخلي الطعم رهيب جدا. حطيت كل الحاجات دي على بعض. انا هضربها في الخلاط وارجع لكم تاني. طبعا هنزود شويه ميه عشان الحاجات دي تبقى سهله الضرب يعني، وهرجع لكم تاني نشوف وصلنا لايه. طيب يا حبايبي، بصوا المرحله اللي احنا وصلنا لها بعد الضرب في الخلاط. بس انا عايزاها كده. بصوا، حابين تخلوها اتقل من كده مفيش اي مشكله. تمام. بصوا، اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم الريحه ملهاش حل والله. تعالوا نشوف هنفضيها ازاي مع بعض. دي طبعا لاجنحه، لدبابيس، وراك، صدور، اي حاجه حابين تشووها هتبقى دي الخلطه بتاعتها. بصوا شكلها حلو ازاي، شكلها تحفه بجد والله، هتعجبكم جدا. حابه اقول لكم بقى تركايه. الخلطه دي لو عملتوها طبعا وشلتوها في الفريزر عادي مفيش اي مشكله خالص، عشان اي وقت حابين تشووا فيها يبقى عندكم الخلطه يعني معموله، ما تحتاجوش ان انتوا لسه هتضربوا الحاجات في الخلاط وتاخد منكم وقت، خصوصا ان احنا في رمضان يعني. تمام. دي حاجه. تاني تركايه، الخلطه دي بتتحط على الفراخ من ساعتين، يا اما من بالليل لتاني يوم، على قبل ما نيجي نعمل كده نسوي. مثلا من بالليل لتاني يوم، يا اما قبلها بساعتين، ويفضل من بالليل لتاني يوم. لو احنا مستعجلين مثلا او عايزين نعملها في نفس اليوم تبقى فريش، فممكن نعملها قبلها بساعتين، بتبقى حلوه جدا ومفيش اي مشكله، بتدينا برضو نفس التست. بس كل ما التتبيله تقعد اكتر في الحاجه بتدينا نتيجه اعلى برضو. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، سهله وخفيفه عليكم. وكل سنه وانتم طيبين. لو اول مره تشوفوني، انا شيف هدير المصري، ودي قناتي على اليوتيوب. اتمنى تكون وصفات سهله وبسيطه واقتصاديه بالنسبه لكم، ودمتم بالف صحه وسلام. باي باي.